من المباريات الهامة مباراة تجرى هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس، المركب التاريخي، الملعب الذي يحتضن الكثير من ذكريات الرجاء عبر تاريخ الرجاء. اليوم في ثوب جديد الرجاء يسعى لكي يقدم نفسه نادي رجاء اولمبيك تشيرا الطرف الثاني اليوم في معادلة تحقيق مباراة هذه الأمسية الكروية بين النسور واولمبيك تشيرا. كان بالامكان ان يكون الهدف الاول في هذه المباراة. راي مرفوعة، حالة تسلل هي الاولى. ونادى المشاهد الجميلة تيفو جماهير الرجاء اليوم لوحة فنية ضخمة تجسد روح الانتماء والعزة والابداع التي تميز جماهير النسور الخضر. عندما يرفع التيفو في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس يتحول المكان الى مسرح من المتعة، من الاثارة، من التشويق. مشهد جميل وجميل جدا. هنا مشهد مهيب ينبض بالالوان الخضراء والبيضاء برسائل القوية التي تمزج بين الفن والفكر والعاطفة وروح الانتصار والدعم الكبير للنسور في منافسات. الحكم يطالب بمواصلة اللعب. هنا عبد الرحيم السعيدي في اختبار المدرب فادلو زيمباور. ليس هو فادلو الذي كانت له تجربة في البطولة التنزانية قبل تحوله للمغرب لكي يدير الرجاء اليوم كمدرب رئيسي، كمدرب رسمي، كرجل تتوفر فيه صفات قيادة الرجاء في منافسات البطولة من أجل العودة للمنافسات القارية. كرة من الطرف الأيسر للرجاء مرة أخرى. الرجوية توسخ ستوفتك من دفاع أولمبيك تشيرا، محاولة الخروج بالكرة تحت الضغط، لكن كرة في تماس، كرة في المنطقة الدفاعية من خفيف وبنون. يلعب كرة من جديد للرجاء، إمكانية عبر مكعزي، لمسة للرجاء من الطرف الأيمن. كرة من ادم النفاتي في منطقة الجزاء، لعبة ممتازة دم عثمان الشريبي. بدر بنون للحارس الأحرار، طلب للكرة من الطرف الأيسر. شوف المكان اللي يلعب فيه كل من بولكسوت بالعمري. تتحول كرة من جديد. بدر بنون استلام الكرة عثمان. جاء في آخر الميركاتو الكل امل بقدرة هذا الفتى على صنع الفارق. اليوم ينال فرص اللاعب كرسمي. كرة من صابر، استلام عثمان، التحول عبر مكعزي القائد، مكعزي بلمسة للأمام، دم. لا 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 لا، تدرس يا سادة، تدرس مدرسة الفنون الجميلة بهدف في قمة الجمال، بهدف في قمة الجمال. والسكوت في حرم الجمال جمال. يصعب وصف جمال هذا الهدف، واحد من أجمل أهداف البطولة الوطنية. التمريرة بالمليمتر والمتابعة بجودة عالية في مرمى الحارس دار. تصبح النتيجة 1-0 لرجاء. نظرات السعيدي مجرد قسم من القصص التي ستروى في آخر دقائق هذه المباراة. لا زال في جعبة الحاكمة يحكيه في مباراة الجولة السادسة. لا شيء حسم بعد في مباراة الرجاء وأولمبيك تشيرا. انتظروا المزيد. قد نتابع نصر أو عودة غير متوقعة غير منتظرة لأولمبيك تشيرا في أجواء مباراة هذه الليلة. كرة للأمام
من جديد للرجاء من الطرف الايمن للرجاء، فرصه للرجاء والكره رجويه من الطرف الايمن، تغطيه من الشيخ كيتا، يتدخل الشيخ، يتدخل والبطاقه والخطا وضربه خطا في مكان صعب وصعب جدا، في مكان صعب وصعب جدا على مرمى ايدار. للإعادة للتدخل من شيخ كيتا على بعدي، تدخل بمرفق اليد، يدفع الحكم إشارة البطاقة لشيخ كيتا مع توصل التغييرات من طرف المدربين معا. أيوب المعموري يسعد للدخول، في الجهة الأخرى يونس الخافي رقم 3 ومحمد حمدي رقم 55، تغيير هجومي والآخر دفاعي من طرف المدرب فاتلو ديفيس المدرب الجنوب افريقي. بدر بنون يغادر ويدخل اسماعيل مقدم. فادلو يفكر في المباراة في الديربي، فادلو لا يلغي من حساباته مباراة الديربي القادمة، ديربي الدار البيضاء الكبير. يخرج ادم نفاتي ويتم تعويضه باسماعيل المقدم. اعتبارات اخرى تدخل في التغييرات بعيدا عن الجانب الفنيه، ايضا جانب الانضباطي، الجانب العقابي، ممكن وانه انذار يحرمك من اللاعب، وبالتالي هذه اختيارات المدربين التي تنسجم مع الرؤيه العامه لما ينتظر الفرق بيانات. هكذا كانت التغييرات ونحن نلعب الدقيقة الأخيرة من المباراة ككل، والنتيجة لازالت 1-0. كرة للرجاء، لمسة للرجاء، ارتدت وارتطمت وكان بإمكاننا أن تصنع الفارق. تتحول ضربة زاوية أخرى للرجاء الرياضي. آخر كرة في زمن الوقت الأصلي من هذه المباراة. الرجوية تلعب في القائم الأول والتدخل من دفاع أولمبيك الشيرة. يتلعب وعدم التسرع إن أرادوا فعلا الوصول لمرمى الحارس دار. ديفيس عمل كبير لرجاء، انتظر آخر ثواني هذه المباراة لكي يوقع هذا الهدف الجميل. كرة بلمسة عادت من بعد الفرصة للتمرير، لعبت الكرة بالمقاس التحضير ومن بعد التسديد من معاد صاحب الاسيست معاد الضحاك. هدف ادم نفاتي والفرحة في المدرجات، فرحة كبيرة هذه الأمسية بانتصار غالي، بانتصار ثمين امام فريق ما حسيناش ولو لثانية انه كان فريق سهل، انه كان سهل المنال، انه كان لقمة سائغة، انه جال الضرب